تعالوا نجرب ابو ربيع. تعالوا خلينا اول شيء قبل لا ندش نشرب شيء مهم جدا. تعالوا نبرد على نفسنا الاول، يلا بينا. هو ده كركديه عموما مش عرق سوس. هنجرب دلوقتي. انا تسلم ايديك. هنا بقى المكان اللي فيه السلطات وفيه فول وفلافل يلا بينا. زي ما انتم شايفين هنا المكان اللي بيتم فيه التجهيز عشان الصاله، كمان هنا المكان اللي بيتعمل فيه احلى سندوتشات من ابو ربيع. تعالوا نشوف ايه سندوتشات الفول والفلافل والمسقعه وكمان اصناف كتير. تعالى كده معانا ونتفرج ونشوف اللي موجود عندهم. تعالوا نشوف بقى الراجل بتاع الكشري ده هيعمل لنا طبق كشري يعجبكم. يلا بينا. واخر حاجه الحمص. شايفين دي؟ تعالى ما نشوف بتتعمل فين. تعالوا بقى نجرب الكبده من ايد ابو رامي. الله عليك الله عليك. طريقه الكبده الاسكندراني اللي انتم شايفينها كده. انا عايز الكاميرا تجيب المنظر اللي تحت ده وتشوف عليها بليمون. الليمون ينزل عليها كده وهي ايه على النار، ما تبقاش غامقه وتبقى فاتحه وتبقى ايه لونها حلو زي ما انتم شايفين. وكده جاهزه الكبده. تطلع الكبده زي ما انتم شايفين كده. نديها بقى الليمون الحلو. نقول بسم الله.